نظيره التونسي الباجي قايد السبسي. نشاهد هذه الصور إذن التي تصلنا مباشرة. الرئيسان يتبادلان أطراف الحديث يعني، والتأثر واضح على وجهيهما. زيارة إذا لم تكن مرتقبة أتت في هذا الظرف. مفاجأة يعني غير معلنة. غير معلنة يعني، أتت ربما لكي تظهر تونس مؤازرتها لباريس. لو سمح سيد طارق مامي، ربما لديك تعليق. يعني الإرهاب هي عملية طويلة النفس وطويلة المدى، وفرنسا مع الرئيس هولاند أخذت قرار سياسي في سياستها الخارجية، وحسبت أنه يمكن التفرقة بين المسلحين في بلاد ما باستعمال كلمة المعارضة المعتدلة والمعارضة الإسلامية أو الوحشية. وكلمة للرئيس باجي قايد سبسي أولا، عندما ضربت تونس في متحف باردو ثم في سوسة، فبعد متحف باردو ذهب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ليشارك في المسيرة. وربما تونس اليوم تعتبر نفسها هي الدولة الأقرب جغرافيا لفرنسا، وهي الدولة التي تتعرض للخطر الإرهابي الأقرب لفرنسا. وهذه وتاريخ العلاقات واستعمار فرنسا لتونس يجعل أنه في علاقة حميمة. الحمد لله اليوم أنه هذه الأعمال لا تقع في الجزائر، ولأن كانت كل الذاكرة للشباب الفرنسي الجزائري تخرج من جديد. فنحن نقول أن هذه الزيارة للرئيس التونسي الباجي قايد سبسي هي عمل حسن، لأنه مفاجئ، لأنه يعبر على موقف دولة عربية إسلامية ككل الآخرين، ويقطع الطريق على الذين سيبدأون من يوم